لف كده يا خالد. وريني كده الصليبه بتبقى بايظه ازاي. دي ده الظرف ديت؟ بتاع الصليبه ناطر مش موجود اصلا، فركت والظرف طار. اللي هي المفروض اصلا بيبقى الظرف ده كده. طب اعمل الصوت اللي بتعمله في الدركسيون لما بيجي يلف بص في حضرتك الدركسيون. لما بيكسر يمين او شمال تبدا تعمل معاك كده. علي قرب شويه. قرب المايك قربها من المايك. المهم اللي هو صوت الطقه ده. بيبدا وهو الناس بتلف الدركسيون. بالظبط، وبيزيد بقى مع الوقت. بس هو كده جاب اخرها يعني، ما مفيش اكتر من كده. يعني بص الصوت ده يا جماعه بيظهر اما بنيجي نلف الطاره كده. هو بص يا استاذ احمد، المفروض الصليبه دي بتبقى محكومه كده. أيوة. مفيش اصلا بوش فيها خالص، ما ينفعش يبقى فيها بوش كده. لكن بص الجنب بقى البايظ. حلو. بص اصلا بتروح وتيجي ازاي. طب دي بتتصلح؟ بتتصلح. انا شفتك الايام اللي فاتت. كانت كذا حد بيجي بتمشيه. تمام. يعني بتدخل بتعمل حاجه بسيطه كده وبتمشيه وبتصلحها له يعني. ساعات بتكون محتاجه تتشحن بس، وساعات يعني دي بايظه خالص. الصليبه مش هينفع تتشحن لان الظرف بتاعها اصلا مش موجود. فاحنا ما بنغيرش الجزء كله، بنغير الصليبه البايظه دي بس. الصليبه دي، الصليبه البايظه دي تقريبا ديت نفس بتاعه الفايف صح؟ لا باختلاف بسيط قوي فيهم. يعني بتاعه الام جي 5 ما تركبش على الام لا جي ما زد تركبش، اس. لا دي ام جي زد اس. دي زد اس. بكام بقى الصليبه دي؟ القطمه كلها بالصليبتين دول هي كامله كده على بعضها بتعمل 2850 ديت اصليه. اصليه؟ مش افتر ماركت؟ لا مش افتر ماركت، اصليه 2850. الصليبه لوحدها بتتصلح بكله بالمصنعيه بكله، بتكلف لها حوالي 700 جنيه. وبتبقى صليبه الماني ما بتبص تاني ابدا. يعني انت بتركب ساعات صليبه بس؟ صليبه بس من غير الوصله كامله؟ لا الوصله زي ما هي كده، احنا بنغير الصليبه الجزء البايظ ده بس. انهي الاغلب اللي بيبوظ، الوصله ولا لا الصليبه؟ الوصله ما بتبص خالص. لا يعني انت ساعات في ناس بتغير وصله كامله. تمام. ايه السبب؟ مش محتاجه تغير غير الصليبه لان الجزء ده بس هو اللي بايظ. العميل يعني المره دي احنا هنغير له كامله، هغير القطمه كامله لان العميل قال لي غيرها لي كامله. هو العميل اللي عايز كده. هي مش محتاجه تتغير لكن كاملة. هي مش محتاجه. لا الصليبه بس بتتغير. طيب الصليبه هي البايظه، هو الجزء اللي بيبوظ فيها، لكن ده جزء صلب ما بيبص اصلا. لا انت ساعات بقى مش بتغيرها خالص، انت ساعات بتربط عليها وبتمشي العميل. لا هي بتكون فاضيه شحم من جوه الصليبه نفسها، بتكون محتاجه تتشحم بس بنشحمها وبتبقى زي الفل. طيب تمام. يعني هو طب بتكلفها كام بقى في الوقت ده؟ في وقت ايه بالظبط؟ لو انت هتربط بس بتتكلف حوالي 200 جنيه مصنعيه بشحم كله بس كده يعني. بس وفي اغلب الاحوال هي بتبقى محتاجه تتربط بس؟ لا بتبقى محتاجه تغير الصليبه دي بس. امال انا شفتك ربطت لكذا واحد ورا بعض ما ليه؟ بتكونش محتاجه ده معلش يعني. دي الظرف نفسه طاير مش موجود، فدي مش هينفع تتشحن. في حالات بتيجي كده نفس الموضوع، لا بنغير الصليبه بس. طب لو واحد في الضمان وبيطلبها وبتتاخر عليه 3 4 شهور، ممكن انت تربطها له ويمشي حاله بيها لغايه ما هي تتظبط لحد ما يجي؟ هيعرفوها لا مش وتاخد عليهم هيعرفوها ضمان او حاجه؟ لا ما بيعرفوهاش، بس على حسب حاله الصليبه. هل ينفع تتشحم وتتظبط بس ولا الصليبه تتغير؟ طب في ناس بتلحمها، اللحام ده مظبوط؟ عادي مظبوط، بس بيبوظ القطمه كلها. المره الجايه لما الصليبه تبوظ لازم اجباري هيغير القطمه كلها. فالاحسن ما يلحمهاش. ما يلحمهاش، بيركب الصليبه ونفس بص الزنب ديت هي اللي بتبقى زنقه الظرف عشان ما يخرجش من مكانه، فاحنا بنعمل لها نفس الزنب بتاعتها دي في حاله اللحام يعني؟ لا مش هنلحم. احنا بنعمل لها زنب كده ده عشان الظرف ما يطلعش من مكانه تاني. ده في حاله تغيير الصليبه يعني؟ من غير لحام. في حد بقى ممكن ما يعملهاش الزنب دي، بيلحمها على طول بيثبتها في القطن. طيب نسبه كام في الميه من العربيات بتجيلك فيها مشكله صليبه؟ يعني يعتبر 90%. انا عن نفسي انا غيرتها في الفايف. 90% في الام جي. طيب تمام. هي اصلا بتتغير في الضمان على طول؟ فاهم. ماشي، شكرا يا هندسه وكتر خيرك. العفو.